خوتي السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. خوتي جبنا لكم بعض الصور باش نبينوا الشرفاء هذوما واللي يقول لك احنا وطنيين لان حاكمين الجزائر، ودوك اليوم تعرفوا شكون هما الوطنيين واللي يحبوا الجزائر ولا هم يخدموا للجزائر. هكذا خوتي راكم تشوفوا في الخنزير هذا اللي مورايا، هذا يسموه جنرال قريحه، الناس قاع تعرفوا، هذا كان يقتل الناس في المديه. هذيك بنته اللي قدامه وين عايشه؟ في واشنطن في الامريكان، ولادو قاع عايشين في اوروبا، ويقول لك انا وطني وكان يقتل الناس في الجزائر. عنده بنته كذلك ميليسا، هذه هي اللي عندها الفضيحه الاخرانيه هذيك اللي خلصوها 14 طوزنه في الجزائر، في لندن، في فرع سوناطراك تما في لندن، يعطوا لها 14 طوزنه خوتي. وعنده وليدو كذلك متزوج براجل في فرنسا، ربي يسهل عليك، ما على باليش بك حوف. المهم تخطي الجزائر هذاك الانسان هذاك. هنا يبين لك، شوفوا خوتي عايشين كاع في اوروبا وباباهم برك في الجزائر، يعني احلب وروح. روحوا للتصويره الدوزيام خوتي باش تفهموا اللعب. خوتي التصويره هذه، هذا هو احمد عطاف. احمد عطاف هذا كان وزير خارجيه هذا في الجزائر. هذا احمد عطاف شكون هو؟ هذا باباه كان حركي، كان يقتل، باباه كان يقتل في الجزائريين ويغتصب في النساء ويبيع فيهم لفرنسا في وقت الحرب الجزائر ضد فرنسا. والان ابنه هذا يا احمد عطاف ولا وزير في الجزائر ومتحصل على الجنسيه الفرنسيه، لان باباه حركي متحصل على الجنسيه الفرنسيه. وكذلك عنده بنته هذه اللي راكم تشوفوا فيها اسماء، متحصله على الجنسيه الفرنسيه وتخدم في فرع سوناطراك في حضره كاطار سامي خاوتي تاع بيناتهم. وهذه بنته هذه متزوجه مع هذايا واسمه سليم. سليم هذا مولود في الجزائر، مولود في فرنسا، عفوا مولود في فرنسا. هذا باباه شكون هو؟ باباه جنرال بريكسي اسمه هذايا، وزايد في 88 يخدم في سوناطراك كذلك، يعني يتمركزوا غير في هذيك البلاصه هذيك يعني تاع السرقه وروحوا، وسهل عليهم باش يسرقوا ويروحوا كش ما يصرى في الجزائر ولا في بكطاجك وهرب. لانهم علاش؟ الجزائر دايرينها بقره حلوب، ما تهمهمش الجزائر، متحصلين كاع الجنسيه الفرنسيه الاوروبيه. وعلى بالكم حنايا في الجزائر قانون هذايا يقول لك اذا كنت انت اطار سامي او مسؤول سامي كبير او عسكري ما عندكش الحق باش تحصل على الجنسيه الاوروبيه. ولكن في الجزائر تشوف هادو العباد هادو فاتشات ويجي يقول لك احنا وطنيين وطنيين. دوك نورو لكم الوطنيين شكون هما خاوتي. روحوا للتصويره اللي قدامها خاوتي. هذه التصويره، هذا يا خوتي واسمه نادر العرباوي، هذا كان وزير اول في الجزائر خوتي. راكم تشوفوا التصويره تاعو، انسان يعني يبان وزير، يعني يبان مثقف. هذا خوتي العائله تاعو كاع عايشه في نيويورك، يعني هو عايش وحده في الجزائر، يعني تاع اسرق وبعث لهم بقره حلوب راهي في الجزائر. ويتكلموا على الوطنيه ويتكلموا باللي احنا شرفاء. وعلى بالكم احنا كما قلت لكم لازم نفكركم باللي في الجزائر اذا كنت اطار سامي او اطار مسؤول كبير او في الجيش ما عندكش الحق تحصل على الماء على الجنسيه الاوروبيه، لان علاه انت ساهل باش يجندوك تولي خبير عنهم، يعني اخبار الجزائر قاعد تديها لهم. هذه هي. فهذو الصعاليق هذو لكم تشوفوا فيهم ما عندهم حتى علاقه بالجزائر خوتي، عندهم علاقه بالسرقه اللي يسرقوها. روحوا التصويره اللي موراها خوتي. هذا شكون اللي ما يعرفوش؟ هذا هو جنرال توفيق، لديه 3 أبناء، 3. وكاين واحد الولد غير شقيق هو حفيظ دراجي اللي ما يخدم في جورناليزم، يبيض وجه باباه اللي قتل 250,000 وعلى جالو اختفى 20,000 و250,000 جزائري. الانسان اللي يهضرها وتجي يقول لك احنا وطنيين. اذا كنتم انتم وطنيين ولادكم عايشين في اوروبا عايشين بالنهب والسرقه اللي يسرقوها في الجزائر، انتم وطنيين خوتي. شوفوا وليدو هذاك اسمه سيد علي اللي عايش في لندن، عنده بالعقارات تاعو بالديور تاعو عنده العجب في اوروبا في لندن كذا، ويجي يقول لك باللي احنا وطنيين. زيد الاخر عنده وليدو واحد اخر كذلك عايش في نيس، هذا وليدو اللي عايش في نيس ثاني بالعقارات تاعو ديورو، والنهب اللي سرقوا في الجزائر، وباباه برك اللي في الجزائر. شفتوا كيف الدعوه تمشي. وهذو كاع يتك تلقاهم خبراء يبيعوا الجزائري عند فرنسا، حركه هذوما، ويجي يقول لك احنا وطنيين. وراه الوطنيه في الشيء هذا يا خاوتي، ما عندكم حتى علاقه بالجزائر.
والله نكشفوكم امام الاشهاد، وربي يزيد يكشفكم يوم القيامه باذن الله. والله ما لا طالقينكم، حنا هما ولاد عميروش. روحوا للتصويره اللي قدامها ان شاء الله، زين نشوفكم باسكو علاه خاوتي كان بزاف تصاور ماناش حابين يعني نواسو هكذا. خاوتي هذه عرفتوها هذه كذلك، هذه هي نوريه بن غضريط، هذه هي عندها هي اولادها جنسيه فرنسيه اوروبيه. ليش متحصره على الجنسيه الفرنسيه؟ لانهم عندهم باباهم كان اكبر حركي عند فرنسا، وكان يدور غير مع القياده باباهم، لانه عنده صور. كان واحد الفيديو عندي هنا شوفوا على باباهم واش كان يدير. كان بسبب باباهم هذايا الاف الجزائريين اللي ماتوا، وكان دالهم هو اللي فتح المسجد الكبير، جدهم هذا ولا باباهم هو اللي فتح المسجد الكبير اللي في فرنسا باش يحكم به الجزائريين. خاوتي بنته هذه نهار اللي حكمت وزيره في الجزائر هي اللي كما يقول لك طربقت المنهاج الدراسي في الجزائر، ونزعت الخريطه الفلسطينيه للمنهاج الدراسي، حذفت البسمله، منعت ارتداء النقاب، منعت الصلاه في المدارس، لم يظهر لها اي اثر. كما يقول لك النهار اللي تخلطت في التسعينات في 2020 اعطاتها ودارت هذه، وما خفيه كما يقول لك. هذا اللي يبان بصح اللي خفات ما نعرفوش ربي اللي يعلم به. كما يقول لك هذا هما كما يقول لك الناس اللي حاكمين الجزائر. جدها ولا باباها كان اكبر حركي عند فرنسا، وهي واش تكون حركيه تاني سراقه. روحوا للتصويره اللي موراها خاوتي. وفي التصويره هذه حبينا نشوفوكم غير شويه برك هكذا، شوفوا معايا مليح واسمعوا مليح باش تعرفوا شكون هما الوطنيين. تقول لك مصادر عن وزاره الداخليه الفرنسيه خاوتي، واش تقول اكثر من 50,000 مسؤول واطار سامي في الجزائر متحصلون على الجنسيه الفرنسيه، اكثر من 50,000 خاوتي. هادو هما الوطنيين، هادو بسبتهم ماتوا ناس في التسعينات خاوتي. هادو ما واش يعرفوا؟ ينهبوا يسرقوا يخطفوا، ما تهمهمش الجزائر خاوتي. بقره حالوب وتجي يقول لك حنا وطنيين وحنايا شرفاء، كنمو نتوما على الشرف، ما عندكم حتى شرف اصلا خاوتي. وبلوس دي سا وشنو هما؟ كاين 15 جنرال كذلك متقاعد. عباكم واش معناتها هذه خاوتي؟ ان اخبار الجيش الجزائري قاعدتك او عند المخابرات الفرنسيه، وكذلك المسؤولين والاطارين السامين. لان علاش تكون انت انسان عادي يعني نورمال شكون يحوسها، بصح تكون اطار سامي ولا تكون عسكري والله العظيم مرجوز عند المخابرات تما وتكشف كاع الحيه، يعني تبيع كاع واش يصرى في الجزائر خاوتي. هذو حركه هذوما، فواحد ما يجي يهفكم خاوتي. ناس تنهب وتسرق وعايشين بالعقارات وسارقين اموال باهظه وهاربين لفرنسا واوروبا هما ولادهم وكلش، ويجوا يحلبوا في الجزائر ويجي يقول لك احنا وطنيين. وراه الوطنيه في هذا الشيء، ما عندكم حتى شرف. نكشفوكم امام الخلق. وعلى بالكم القانون الجزائري واش يقول اذا كان اطار سامي ولا مسؤول ولا عسكري كبير ما عندوش حق يتحصل على الجنسيه الاوروبيه، لان على بالهم بهذا. شو هذه ماشي فقط الجزائر، اي بلاد، لانها تكون سهل باش يجندوك، خاصه العسكريين هذوما 15 جنرال متقاعد خاوتي.